عليكم، مرحبا بكم مره جديده فيديو جديد في قناتكم قناه سيندي بادكوك. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا معكم واحد العصير كيجيب كميه كبيره وما نحتاجوش ليه غير 4 ديال الحبات ديال الحامض كما كتشوفوا معنا، وكيجي عصير منعش بزاف. انا هاد العصير كنت شفتو في واحد فيديو ديال واحد السيده مراه كبيره تركيه، هي اللي وجداتو وعجبتني الطريقه باش وجداتو، وحتى بالهضره اللي كيفاش كتهضر وبهذيك التلقائيه ديالها والعفويه ديالها قلت علاش لا ما نجربوش معكم ونشارك معكم هذا العصير ديال اليوم. هو عصير سهل بزاف، ما كما كتشوفوا معنا نحتاجو غير 4 ديال الحامضات والماء، كيعطي كميه كبيره كما قلت لكم من قبل، وكيجي المذاق ديالو منعش بزاف. نبداو معكم نوجدوه وتبعوا معنا لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه كامله. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ هاد 4 ديال الحامضات كما كتشوفوا انا حاطه هنايا حكاكه باش غادي نحك ليهم هاد الجلفه او الجلده. هنايا انا الحامض غسلته مزيان وحيت ليه هذوك الدرابي اللي فيه، واي حاجه بحال هكا لقيتو فيه شي ضربه ما تحكوهاش، حكوا غير البلايص المزيانين بحال هكا اللي كيكونوا صفر مزيان. انا غادي نحك هاد الحامض ب4، ما نوصلش للجلده البيضاء، نحك لهم غير الصفر ونكملوا معكم الطريقه ديال التوجد ديال هاد العصير. كما كتشوفوا انا بديت هنا كنحك، بغيت نوريكم كيفاش غادي تحكوا باش ما توصلوش للجلده البيضاء. انا نحك غير هاد الصفر، هاد الجلده البيضاء ما غاديش نوصل ليها، بغيت ناخذ غير هاد الصفر ديالو. غادي نكمل انا تنحكهم ب4 بهم ونكملوا معكم الوصفه ديال اليوم. هنا كما كتشوفوا معايا انا كملت الحكام ديال الحامض ديالي كامل، وخديت القشره ديالو بحال هذا الشكل، والحامض بعد ما حيت ليه هاد القشره حكيتها كامله، فانا قسمته على 4 ديال على 8 بحال هذا الشكل. فنسيت ما قلتش لكم بان هذا العصير ما كيحتاجش ابدا للطحين، فهو عصير تقدروا توجدوه في اي بلاصه، حتى ما كانش عندك مولينيكس. بالنسبه للناس اللي كيقراو، الطلبه اللي كيكونوا بعادين على ديورهم، بالاخص دابا حنا قرابين على رمضان وكيبغيو يوجدوا عصير ما تيكونش عندهم مولينيكس، يقدروا يوجدوا هذا العصير، فهو كيحتاج كاع المولينيكس. انا نوريكم كيفاش غادي نخدموا الطريقه ديالو. غناخذوا هاد القشور ديال الحامض نديرهم في اناء اللي غادي نخدموا به، وبعدين نضيف ليه هنا كما كتشوفوا معايا كاس ديال السكر، غنضيفوه على قشور ديال الحامض. هنا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش السكر يقدروا ما يديروش ليه السكر، يتبعوا نفس المراحل غير السكر ما يديروهمش. هنايا انا هاد السكر غادي نحاول ندخلو ما امكن في هاد القشور ديال الحامض، غنبقى نخلطو بحال هكا حتى يدخل مزيان مع القشور وياخذ النكهه ديال البرتقال، حيت كنعرفوا حنايا في هاد الليمون الحامض او سيترون كيكون عنده نكهه بزاف في القشور ديالو، كتكون مشبعه بالنكهه ديالو. فانا غنبقى نخلط بحال هكا مزيان واحد 10 دقائق تقريبا، نحكها بحال هكا، نحكها غير بين يديا حتى تاخذ النكهه مزيان. عاد غنضيف ليهم هذوك القطع ديال الحامض وغادي نكملوا معكم التوجد ديال العصير ديال اليوم. هنا من بعد ما حكيتهم مزيان كما كتشوفوا معايا كيفاش كيبقى بحال اللي كيطلق الماء، كيفاش كيولي بحال شكل معسل. هاد الطريقه فهي طريقه تقليديه تركيه، ما كتحتاج فيها لا طياب ولا مولينيكس، تقدري توجديها هكاك عادي. هنا غناخذ هاد الربوع ديال الحامض غنضيفهم على القشور ديالي، غنضيفهم بحال هكا، وغادي نبقى غير بيدك كتبقاي تخرجي هاد الماء اللي فيهم بحال هكا. غادي نديرهم كاملين واخا يبقى هاد العظم، حيت حنا غنصفيو هاد العصير ديالنا. وغادي نضيفوا ليه الماء. هنا الماء كميه الماء غنضيفوا ليه كميه مهمه، انا ما غنضيفش هنا في الاناء حيت عندي الاناء صغير، غنكب الماء على حسب الاناء ديالي ومن بعد عاد نزيد نخفو. غادي نبقى كنستمر هكا في الحكان ديال هاد الربوع ديال الحامض وغنضيف ليهم الماء. وانا كنضيف الماء وانا في نفس الوقت كنخرج هاد العصير ديال الربوع كاملين.
فهاد العصير كما قلت لكم من قبل فهو كيعطي كميه كبيره وغادي ينفع الطلبه بزاف في رمضان، حيت انا ديجا كنت طالبه وعارفه شنو المعاناه ديالهم، شنو الاخص في رمضان ما تكونش بحال في داركم، ماشي بحال كما كتكون في الدار. دائما تكون الدار حوايج زايدين بزاف. فانا غادي نكمل بحال هكا الحامض ديالي كامل حتى نساليه، وغادي نصفي هاد الحامض غنخليه غير الماء، ما يبقاوش. واخا كتشوفوا معايا هنايا انا مخليه العظومه، ولكن انا من بعد ملي غنصفيه ما يبقاو ليا لا عظومه لا والو. غادي نبدا نحيد هاد الربوعه اللي ساليت منهم مبقاش فيهم الماء، وغادي نصفيه من بعد منين نسالي، ونوريكم العصير كيفاش كيجي في الشكل النهائي ديالو. فهو كيجي عصير منعش واقتصادي كذلك، وطريقه سهله وبسيطه اي واحد يقد يخدمها، واخا ما يكون عندك لا مولينيكس لا والو تقدري توجدي عصير في دارك بمكونات سهله وبسيطه. نتمنى يعجبكم العصير ديال اليوم وتوجدوه في شهر رمضان الكريم. وهذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديال اليوم. حنا قدمناه مع الحريشات اللي وجدنا. غادي تلقاوهم ان شاء الله في فيديو الجاي، غادي نحطوهم لكم. كيجيو الشكل ديالهم زوين وكنصحكم تجربوهم. وهذا هو الشكل ديال العصير. حنا زينا شي وحدين بالفريز وشي وحدين بعصير ديال الحامض. هنا تقدروا تزيدوا معاهم فريز الا بغى كيعجبونك هاد الفريز، زيدوا معاهم فريز وطحنوه، كيجي مذاقه منعش فعلا، وما تحتاج ليه حتى شي حاجه لا مولينيكس لا حتى شي حاجه، عصير اقتصادي بزاف. ونتمنى تجربوه ويعجبكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وبصحتكم وعشرة مبروكه. وكنتمنى يدخل هذا رمضان بالصحه والسلامه وتحققوا فيه كل شيء اللي كتمناو.